وأيضا احفظوا ما قاله الإمام ذنون المصري، هذا كان من أكابر العلماء من أكابر الأولياء، جمع بين العلم والزهد، بين العلم والزهد، كان صوفيا لكن كان عالما كبيرا ذنون المصري، وأيضا أحمد بن حنبل، كلاهما قالا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا من أعظم ما قيل في تنزيه الله بعد كتاب الله، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أي شيء نتصوره في قلوبنا الله لا يشبهه، لأن ما يتصوره الإنسان لا يكون إلا مخلوقا، والله تعالى لا يتصور. علموا أولادكم وأهاليكم وأحبابكم أن معرفة الله تعالى لا تطلب بالتصور، لأن المتصور مخلوق، المتصور مخلوق. الله ليس شيئا يتصور، ليس شيئا يتمثل في القلب. نحن نعتقد بوجود الله دون أن نتصوره سبحانه وتعالى. فعلموا الناس هذا، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، معناه تصورات العباد لا تحيط به، لا تدركه الأبصار، تصورات العباد لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار، هو سبحانه لا تخفى عليه خافية.